اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح السعادة عليكم والهنا وراحة البال. تعالوا نشوف الألماس بيتعمل ازاي أحلى وأحسن من أشهر المحلات. يلا بينا ندخل على الوصف على طول عشان ما نطولش عليكم ونشوف مقاديرنا النهاردة بتتكون من ايه. وصفتنا النهاردة بتتكون من 3 مكونات سهلين خفاف موجودين ان شاء الله معاكي على طول. يمكن الزبدة مش موجودة، هنقولهم على طول دلوقتي عشان ما اطولش عليكم. وتعالوا نشوف السابليه الفاخر، ومش هقولك سابليه العيد الفاخر علشان احنا عدينا العيد من بدري، لكن للأسف دي كانت فيديوهات كتير مركونة عندي او متصورة وانا ما عملتلهاش مونتاج ولا نزلتها لأسباب هقولك عليها برضو احنا شغالين مع بعض. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا النهاردة. وصفة جامدة جدا، ما تروحيش في اي حتة عشان ما تفوتكيش اي معلومة من المعلومات. طبعا انا هنا معايا قالب زبدة فرن. استخدمت السنة اللي فاتت الزبدة النيوزيلندي، وهقولك الفرق ما بين طعم الزبدة النيوزيلندي وطعم الزبدة الفرن، وهقولك ايه المميزات والعيوب، وهقولك ايه اللي انا لاحظته وايه اللي انا عجبني وايه اللي انا معجبنيش. يلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. معايا قالب زبدة كيلو، هاخد منه 3 كوبايات معيارية 250 ملي، يعني 750 ال3 كوبايات. عندك ميزان اشتغلي بيه، عندك كوبايه معياريه اشتغلي بيها، ما عندكيش ده ولا ده ساعتها هتجيبي مج الشاي العادي وهتبداي تعايري بيه كل المكونات بتاعتك اللي احنا هنشتغل بيها النهارده، علشان وصفتنا النهارده نسبيه ما بين 1 2 3. وهقولك التفاصيل دي احنا شغالين. طبعا انا عامله النهارده مقدارين اللي هو 750، لكن هي يعني المقدار الواحد انت هتشتغلي على كوباية من السكر البودر وكوبايتين من الزبدة و4 كوبايات من الدقيق. ده كده انتي المقدار الواحد بتاعك. انا مضاعفة المكونات بتاعتي دي. تمام، ضربت كده الزبدة بتاعتي، والزبدة بتاعتي بدرجة حرارة المطبخ زي ما انتم شايفين، ما خدتش معايا حاجة واتضربت. وبدأت كده انخل كوباية 250 ملي من السكر البودر، وكمان انا حطيت 100 ملي تاني، يعني حطيت 350 سكر بودر على 750 زبدة، وهحط كيلو دقيق. هو مش كيلو بالظبط، هو كيلو كوبايتين. تمام، يعني كيلو وربع ان شاء الله. دي كده المكونات بتاعتي النهاردة. وطبعا هحط بيضتين عشان انا مضاعفة الكمية. انا ساعتها ما كانش عندي غير بيضة واحدة، فحطيت البيضة اللي كانت موجودة عندي وقضت الغرض وزي الفل وكفاءة و10 على 10. لكن انت عشان هتعملي مقدارين زي ما انا عامله مقدارين، بس ساعتها طبعا زي ما احنا ملاحظين كده مع بعض، انا كل ما بضرب شويه ببدا اجيب السبتيولا بتاعتي وابدا انزل الجوانب عشان اتاكد ان كل الجوانب بتاعتي اتضربت كويس، وان ما في يعني كل الزبده مع السكر بتاعي اتضرب كله مع بعضه، وما عنديش ركن ما اتضربش. فبتاكد كويس قوي ان الجوانب بتاعتي نزلت. ببدا ان انا اوقف كل شويه ضرب وابدا انزل الجناب بتاعتي واكمل ضرب بالمضرب بتاعي تاني. طبعا لو عندك عجان برضو هتعملي نفس الخطوات، مفيش اي مشكله. لو هتشتغلي بايدك برضو مفيش اي مشكله. لو هتشتغلي بمضرب البيض اللي هو السلك ده العادي برضو مفيش اي مشكله، بس ساعتها هتاخد منك ضرب اكتر، وقت اكتر. تمام، بس كده هبدأ اضرب كده المكونات كويس قوي مع بعضيها، وبعد كده هنزل مع البيضة، وهحط كمان فانيليا، وهضرب بعد كده المكونات بتاعتي كويس قوي. طبعا انا بعد ما بضرب الزبدة مع السكر ضرب كويس خالص لغايه لما تبقى هشه كده ولونها يفتح زي ما احنا شايفين. بعد كده بقيه المكونات ما بتتضربش كتير، ادوب بس ان انا ببدا ان انا الم المكونات بتاعتي، او ادوب ان انا اخلي البيضه تختفي وسط الزبده والسكر بتوعي زي ما احنا شايفين كده مع بعضنا. اول ما بحس ان ان البيضه بتاعتي اختفت، هبدأ ان انا انزل بالدقيق تدريجيا زي ما احنا شايفين مع بعض. مش هضرب كتير خالص، وهنا بتكون مهمة المضرب انتهت، وهبدأ ان انا الم العجين بتاعي بايديا. تمام، هنشوف كده مع بعض الخطوات واحدة واحدة، مش هنستعجل اي خطوات.
طبعا انا مش هنزل بالكيلو كله مرة واحدة، انا هسيب منه شوية علشان اشوف انا المقدار بتاعي ده هياخد قد ايه. لازم تعملي كده هو عشان العجينة عندما كانت طرية منك تقدري تعالجيها، انما لو كانت ناشفة منك او نشفت منك مش هتقدري تعالجيها زي لما تبقى طرية. هنزود دي بكل سهولة لما تبقى العجينة بتاعتنا طرية، انما في حالة ان العجينة نشفت مننا يعني ماشي هنحط زبدة، بس يعني انتي احسن لك انك انتي تنزلي بالدقيق حبه حبه وما تكتريش الدقيق بتاعك عشان تقدري تعالجي العجينه بتاعتك لو فيها اي مشكله. هنا كده كانت العجينه بتاعتي خلاص طريه ما شاء الله واتلمت في نفس الوقت. هبدا اجيب كده المفرش السيليكون بتاعي وابدا كده ان انا اجهز. سبت طبعا العجينه ترتاح 5 دقايق بس لغايه لما حضرت الاشكال بتاعتي دي، وجبت المفرش السيليكون بتاعي وجبت كيس كيس تلاجة عادي، فتحته نصين زي ما احنا شايفين كده عشان ابدأ ان انا استخدمه في فرد العجينة. وجبت الفرادة بتاعتي وبدأت كده افرد العجين. بحاول ان انا امشي بايديا عشان اتأكد ان كل جزء زي قد بعضه، او كل يعني ان هي سطح واحد، ان مفيش عندي جزء رفيع وجزء عالي وجزء واطي والكلام ده كله، عشان تطلع معايا البسكوتة نفس الارتفاع. كمان انا مش هحشي السابليه بتاعي، انا هعمل البسكوتة بتاعتي عالية بحيث ان انا هنزلها في الشوكولاتة على طول. انا يعني مش بعترف بالسابليه اللي بيتحشي مربى، انا بحس ان المربى دي تبع البيتي فور، فانا بعشق كده السابليه وهو على طول في الشوكولاتة، وكمان ما يكونش فيه حشو من جوه مربى عشان ما تخلوش طري. طبعا دي بسكوتة بالشوكولاتة طعمها بيبقى عظمة جدا. جربوا الوصفة بتاعتي ان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله هستنى رأيكم في الكومنتات. طبعا هنا زيودة حبيب قلبي كان بدأ يشاركني الفيديو ولغاية اخر الفيديو هو مستمر معايا مشاركة. طبعا هنا بدأت ان انا اشكل اول شكل كده بالنجمة، وبدأت ان انا اجيب حاجة تساعدني ان انا ارفع البسكوتة بتاعتي بالراحة من غير ما شكلها يبوظ مني. وهنا بقولك ان اللي بيطلع من العجينة انا ما برجعش افرده تاني، ولا بحاول ان انا مثلا ممكن ارجع افرده تاني عادي واعمل بيه اشكال، انما ما بحاولش ان انا اخليه يندمج مع العجينة اللي في الطبق، لان بيبقى فيه اختلاف ما بين لونين العجينة. فعشان كده انا ما بحب عشان ما تطلعش العجينة نصها لون ونصها لون، فساعتها تقدري انك انت يا اما تفرديها لوحدها لغاية لما تخلص خالص، او تعملي زي ما انا بعمل كده في قوالب السابليه، ودي بيبقى حشوها عظمة جدا. هنعمله مع بعض وهنشوف شكل السابليه في الاخر شكله عامل ازاي. ما تروحيش في حتة، الفيديو لسه مكمل معانا حاجات عظمة جدا. لو انتي متابعيني لغاية هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انتي مش مشتركة، عشان عيلتي الحلوة تكبر بيكم. بحبكم في الله. هنا طبعا العجينة اللي طلعت زي ما بقولك كده انا بدأت كده اكورها على قد القالب بتاعي. شايفين ببدأ افردها ببطن صباعي الكبير، بتأكد ان مفيش اي جزء زيادة، اي حاجة زيادة ببدأ ان انا اطلعها كده من فوق، وابدأ ان انا اخلي العجينة على قد الشكل بتاعي او القالب بتاعي. تمام، ده كده شكلين من السابليه، اللي هو في القالب ده والتاني اللي يبقى بسكوتة متشكلة باشكال كتيرة، نجمة، وردة، دايرة، قلب. بصي الاشكال دي براحتك، يعني شوفي انتي عايزة تستخدمي ايه اشكال واشتغلي فيها براحتك. انا بوريكم حاجات كده بسيطة وانتي تقدري تكملي براحتك. انا طبعا مش هقدر اطول عليكي الفيديو اكتر من كده، فعلشان كده حبيت ان انا اختصر لك الفيديو. طبعا انا كنت قلتلك ان في فرق ما بين الزبدة النيوزيلندي وبين الزبدة فرن. طبعا النيوزيلندي اعلى في الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة، لكن الفرن حلوة برضو. تقدري انك انتي تجيبي مثلا وتخلطي ما بين فرن وما بين النيوزيلندي، ساعتها برضو هتوصلي لنتيجة كويسة جدا، يعني انا اضمنها لك. تعالوا نشوف بقى التشكيل بتاعنا. يا جمال اشكال السابليه والتسويه المظبوطه. بصوا مش قادره اقول لكم كان عظمه جدا 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 جدا. كنت بكلمكم على الزبده الفرن والنيوزيلندي، انا بنصحك بالفرن قصدي بالنيوزيلندي.
تمام. لكن لو مفيش الفرن هتقضي معاكي الغرض. انما بصراحة جربت اللي هي جنة او كريستال، ما عجبتنيش زي فرن. يعني حسيتها ان هي الاداء بتاعها او الكفاءة بتاعتها هتكون ساعتها اقل من فرن. تمام. ولو عايزة برضو تاخدي كفاءة وسط ما بين الفرن واليوزلندي، تقدري تخلطي الاتنين مع بعض. تعالوا نرجع تاني نشوف احنا بنعمل ايه. بصوا الاشكال اللي انا وريتها لكم اللي هي النجمة والقلب والدايرة، ببدأ ان انا اغمزها في الشوكولاتة. ممكن تستخدمي معلقة او تستخدمي اي حاجة تساعدك في في التشكيل. انا بنزلها كده بطرف صوابعي كده بالراحة، وابدأ احطها على ورقة زبدة علشان اعرف اطلعها بكل سهولة. بعمل الشكل اللي هو بعمل شكل في الشوكولاتة الدارك، وبعمل شكل في الشوكولاتة الوايت. بحاول ان انا اخلي الكمية متعادلة ومتناسقة. تمام. انما بعد كده الاشكال اللي عملتها في القوالب، ودي لو مش عندك مش مشكلة خالص، تقدري تستغني عنيها. هو نفس طعم السابليه اصلا، مفيش مشكلة. دي لو مش عندك ممكن تستغني عنيها وتعملي اللي بالشوكولاته الوايت واللي بالشوكولاته الدارك. على فكره بيبقى طعمه عظمه جدا. وعايزه اقول لكم ان كل اللي عندي استغنوا عن البيتي فور بسبب السابليه وجمال السابليه وخفه السابليه وحلاوه السابليه. حرفيا يعني تقريبا بعد كده مش هعمل بيتي فور، هعمل سابليه وبس. تعالوا بقى نشوف بنعمل ايه بعد ما غمزنا. شايفين الشوكولاته مسكت ازاي على البسكوته؟ فبدات بقى اجيب شوكولاته وايت، وبدات ان انا افتحها فتحه صغيره خالص، وابدا اعمل الخطوط التشكيليه دي. كمان انا كان عندي كده اشكال صغيره، فبدات عملت بيها قلوب وعملت بيها نجم. بعتذر جدا على صوتي. وهنا بقى في الشوكولاته الدارك حبيت ان انا ما احطهاش في كيس، وحبيت اوريكي انك انتي تقدري تعمليها عادي جدا بالمعلقه او بالشوكه. تقدري تعملي نفس الاشكال بنفس الطريقه، وكمان اسهل من ان انتي تحطي في كيس وتعملي وترجعي وتتعبي. يعني اختصارا لحاجات كتير. وهنا بقى هنعمل حشوه عظمه جدا 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 السابليه اللي هو كان في الاشكال ده. معايا هنا كده معلقتين من الزبدة، ومعايا كوباية الا ربع من اللبن البودر، كوباية الا ربع من السكر البودر، ونص كوباية مية مغلية. وكده نبقى عملنا ايه؟ عملنا الحليب المكثف المحلى. هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه مربى الحليب عشان نحشي بيها السابليه مع النوتيلا. وعايزة اقولك والله والله بصي حاجة خرافة كده. كده احنا عملنا الحليب المكثف المحلى، خلاص خلص. تمام. بنضربه كويس قوي، وبعدين نجيب طاسة تكون غير قابلة للالتصاق، ونبدأ ننزل بالحليب المكثف المحلى عليها. تمام. وبنبدأ نعمل مربى الحليب. بنسيبها على نار هادية جدا 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 مع التقليب المستمر كل فترة، لغاية لما يتبخر منها الحليب وتتحول لمربى الحليب. وحشوتها تحفة جدا والله بجد. بعتذر جدا لاني ممكن اكون يعني متوترة شوية. يا رب اكون بقدر اوصل لكم كل المعلومة بسلاسة وبساطة، وتقدروا تكونوا فاهمين الوصفة كويس قوي مني. صراحة ما عرفتش ان انا اسيب الفيديو بطيء، فكنت مسرعاه جدا كمان. كل الكلام ده انت بتعمليه على نار هادية جدا جدا جدا، وبتاخد وقت معاكي على النار. بس انا ولا حبيتش ان انا اشيل منها اي جزء من التسوية، فحبيت ان انا اسرع المقطع، بس ما اشيلهوش ولا اشيل منه ولا اشيله اصلا من الفيديو. انا عارفة ان الفيديو كده طول عليكم، انا اسفة اعتذر جدا، بس حبيت ان انا اخلي كل الوصفة مع بعضها، ما اشيلش منها حاجة عشان ما تتوهيش وما تبقيش محتارة وان انتي عايزة تدوري وتجيبي. حبيت ان انا اخليها لك كلها في فيديو واحد. هنا كده خلاص. بصوا بدأ يتبخر وبدأ اللون بتاعها يتحول للون البني قمر ده. شايفين؟ بحاول ان انا ما اسيبش حاجة تلزق في الطاسة بتاعتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. وزي ما قلت لكم مع التقليب المستمر. وهنا برضو بنزل بنص كوباية من المية السخنة، برضو
نص كوباية تمام. وببدأ كده افككها وبالشوكة كده بدأت ان انا احاول ان انا افككها من بعضيها. ولما اشوفها ان هي محتاجة مية تاني بديها شوية مية تاني لغاية عشان تفك كويس قوي، لان هي دي لسه لما تبرد هتجمد تاني او هتمسك تاني في بعضيها. هوريكم شكلها النهائي هيكون عامل ازاي. هنا بصوا انا ما شلتش اي حاجة من المقطع. هنا بعد ما فككتها من بعض، وهنا كل شوية لما بحس ان هي محتاجة شوية مية بحط لها. وبعد كده هحطها في علبة وهوريها لكم. هسيبها على جنب شوية هوريكم القوام بتاعها قد ايه هو عظمة جدا جدا جدا، وهتشوفوها في التشكيل. هنا كده ما كانتش لسه بردت، كانت سخنة، وسبتها في العلبة دي على جنب. وبصوا بقى بعد ما تبرد وتمسك في نفسها، وبصوا بقى التشكيل وحلاوة التشكيل بتاعت مربى الحليب. من احلى التشكيل للصابليه. انا بحب تشكيل مربى الحليب قوي جدا. والنوتيلا المفروض كنا نعمل نوتيلا مع بعض، بس انا كان عندي نوتيلا جاهزة بصراحة. هي كانت صعبة شوية في التزيين، لكن انا استخدمتها بصراحة. ما حبيتش ان انا اهي شايفين النوتيلا اني ازود وصفة كمان في الفيديو. قلت كفاية كده، وبدأت بقى اشكل بالنوتيلا الموجودة عندي. كانت بصي سايحة وشوية جامدة، لما ادخلها التلاجة شوية جامدة مش شوية تنزل. بصوا عذبتني مش محكيلكمش. كان المفروض ان انا اعمل بديل النوتيلا. طبعا انا مشيت بيها كده واستكفيت بالثلاثة دول اللي عملتهم معاكم. وتعالوا بقى نشوف الشكل النهائي للعظمة حرفيا للسابليه. والله كان احلى من الجاهز من اللي بتشتريه بره، كطعم ونظافة وحاجة ضمناها انت عاملاها في البيت، وعارفة كل خطواتك ومقاديرك وعارفة كل حاجة. يعني وبتاكلي او بتاكلي عيالك حاجة مضمونة وانت ضمناها. انا لما جبته من بره او لما دقته من بره حرفيا ما عجبنيش قد اللي بيتعمل في البيت. والله الاختلاف يعني كبير جدا 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 وباين جدا جدا جدا. هنا كده كنت بزين بشوية مكسرات. هبدأ بقى ان انا اخلص كله كده، وتعالوا نشوف كده الشكل النهائي القمر جدا ده. يا سيدي على الجمال والحلاوة. الماظ من الصابليه، حاجة تحفة جدا، عظمة جدا. بصوا والله كمان الكاميرا ظلماه على الطبيعة كان